عليها لوحدي. بيعيط وبيقول لها إن كل حاجة في القرية بتفكره بيها. بتعيط هي كمان وبتدخل في حضنه. بيجي عليه شخصيتنا الرئيسية عشان ما يموتش هو كمان. بيشيلوا النعش بتاعها وبيبدأ أخوها يعيط وينهار. بتفوق من جوه النعش وبتصرخ، وفي الآخر طلعت عايشة وكانت بتحلم. الحمد لله شخصيتنا الرئيسية طلعت عايشة صديقي المشاهد. المهم بتقعد تفتكر في الأحداث وتجمع في الخيوط مع بعض. بتلبس هدومها وبتطلع بره البيت وبتروح لبيت تالت واحدة ماتت، وبتقعد تدور على أي دليل لحد ما بتقع كوباية مية، وبتعرف إن البلاطة دي مش ثابتة وبتتشال عادي. بتشيلها وبتلاقي مجموعة صور. في نفس الوقت بتحصل لقطة مزدوجة. أول لقطة لواحدة من أهالي القرية بتجيلها إيدين غريبة تخنقها وهي نايمة، وبعدها بتدخل حمام كله دم لحد ما الحديدة بتدخل جوه عينيها وبتموت. المشهد التاني لشخصيتنا الرئيسية اللي بتروح تدور على الست اللي نشرت الإشاعات، ولما بتقرب منها بتلاقيها بتصلي، ولما بتقرب منها أكتر بتلاقي نور مستحوذة عليها وبتقول لها إنها اتظلمت منهم كلهم على أساس إنها خطفت جوازهم منهم. بس ده طبعا مش حقيقي، حتى أمك اللي ماتت كانت واحدة منهم، وكلهم لازم يدفعوا الثمن، بس انتي مالكيش ذنب في اللي حصل. في نفس الوقت مسجد القرية بيعلن عن موت واحدة جديدة في القرية. بتجري شخصيتنا الرئيسية على بيت الست اللي ماتت، ولما بتشوفها بتنهار على الأرض. بيجي ميعاد الغسل، بتسمي الله وبترفع الغطا. بتتعدل الميتة وبيبدأ يمشي السلك من أطراف إيديها الاتنين وبيطلع من بقها. بتشده شخصيتنا الرئيسية وبعدها بتبدأ تشوف الجثث كلها حواليها لحد ما بتقع على الأرض وتنهار. بيدخل المفتش وبيقومها وبيقول لها الجثة هتروح معاهم المشرحة. بتشاور بإيديها على مديرة أخوها في الشغل وبتقول لهم هي السبب، هي دي بنت نور المؤذية اللي كانت بتشتغل خدامة. بتقرب منها وبتقول لها دي غلطتهم هما، انتي مالكيش دعوة بيها، وبتسيبها وبتمشي. في نفس الوقت الجثة بتقع وأهالي القرية بيبدأ يغمى عليهم ويقعوا على الأرض لحد ما الجثة بترجع لمكانها وبتاخدها الشرطة. بيتجمع أهالي القرية وبيروحوا البيت بنت نور اللي قالت أخطائه مرة تانية. في الماضي بتتاخد نور من حضن بنتها وبتتضرب وبيتلف حواليها السلك وسط نظر ستات أهالي القرية كلهم عليها. وفي الحاضر بنت نور لما كبرت بتتضرب هي كمان زي مامتها من ستات أهالي القرية كلهم. بتقف وبتقول لهم انتوا بتعملوا نفس اللي حصل لوالدتي في الماضي. بتقرب منها واحدة وبتقول انت السبب في موتهم، وبتضربها وبتقع على الأرض. وفي مشهد تلاقي بين الماضي والحاضر بنشوف البنت ومامتها نور مرميين جنب بعض على الأرض. وكمان مشهد تلاقي تاني بين شخصيتنا الرئيسية ومامتها اللي ماتت، بتقول لها وقفي اللي بيحصل ده. بتصرخ شخصيتنا الرئيسية وهي بتعيط وبتجري تحمي البنت بجسمها وبتحاوط عليها وسط ضرباتهم. بيجري